لازم نعترف مصر دولة فقيرة، والله العظيم دولة فقيرة، والمصحف الشريف دولة فقيرة، غنية بالموارد، فقيرة في الفكر والإيرادات بتاعت موازنتها فقيرة. أما أجي أتعامل أنا على إن أنا دولة غنية وأمشي في كده، أنا راجل مغيب. أنا دولة فقيرة، لازم أقول يا إخواننا إحنا ناس فقراء. قال في فيلم الكيت كات، قال له يابا أنت راجل أعمى، ما تجيش بقى تقول لي أنا بسوق موتوسيكلات، يابا أنت راجل أعمى. يا استاذ الفاضل احنا دوله فقيره، اتعامل على ان فقيره. اي حكومه في العالم يا استاذ اسامه مرتباتها لانها ثابته ودائمه ومستمره اقل من مرتبات المغامر اللي في القطاع الخاص. حضرتك كنت في التلفزيون معلش يعني سوري بتاخد 6 جنيه وربع مثلا، يعني نص زادوا الوقت. انا قديم اصلا. النهارده انت غامرت، كان ممكن النجاح يبقى حليفك او لا قدر الله حاجه اخرى، مش كده؟ يبقى خسرت القليل المتصل مقابل المغامره، انا باخد مكسبي، ده شيء مشروع. تمام. فدول العالم كلها الحكومه تبقى فلوسها قليله، اللي عاوز يقعد ومستمر ومستقيم وضامن بقى 6 جنيه ونص غير كل شهر، ربنا يوفقك ما تشغلش بالي. انما في حد اقصى، في حد اقصى للدخل بنقول للحكومه. القطاع الخاص يا رب هنا يدي لحضرتك 6 طن فلوس كل ساعه، انتوا احرار، ولا يمكن هو هيديك 6 طن فلوس الا لو داخل له 10 طن.